عمرك شفت حد جري فجأة من غير ما يفكر؟ أو خد قرار سريع وأنت مش مركز؟ ليه مخك ساعات بيسيطر على الخوف؟ الحقيقة إن دماغك مش طبقة واحدة، ده 3 طبقات، وكل طبقة ليها شخصية مختلفة. أول طبقة المخ الزاحف، ده أقدم جزء في دماغك، لو في خطر بيخليك تجري، لو جعان بيخليك تاكل، لو في تهديد بيهاجم أو يخليك تهرب. القرارات هنا أوتوماتيكية من غير تفكير. الطبقة التانية المخ العاطفي، هنا بتتولد مشاعر الخوف والحزن والحب والحماس، هو اللي بيخليك تنهار من التوتر أو تفرح بكلمة، ردود فعله أسرع من المنطق. الطبقة الثالثة المخ المفكر، ده بتاع الحساب والمنطق والتحليل، هو اللي بيسأل ليه وازاي، بس وقت الخوف المخ الزاحف والعاطفي بيسكتوه. وعلشان كده لما تكون خايف تاخد قرار غريب، مش لأنك ضعيف، بس لأن المخ الزاحف أخذ القيادة. تعمل إيه ساعتها؟ خد نفس عميق، وقف مكانك، فعل مخك المفكر بالكلام، العد أو لمسة جسمك. أنا دكتور محمد علي، ودي كانت حلقة جديدة من نيورو ساينس بالمصري. استناني في الحلقة السادسة بعنوان إزاي بتفتكر حاجات من سنين وتنسى اللي حصل امبارح. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير، وسيب لي كومنت تقول فيه أنهي مخ كان شغال عندك آخر مرة خدت قرار بسرعة.